السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كل واحد فيكم يكون بخير. في البداية حابب ابدأ الكلام ان احنا مننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، واللي يقدر يتبرع لهم بأي حاجة يتبرع لهم، دول اخواتنا وليهم حق علينا ان احنا نقف معاهم، ويا رب يجازي كل واحد فينا خير. ويلا نبدأ حلقتنا النهاردة. ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لنا إشارات اللي هو كمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. من ضمن الحاجات اللي حسيت إن هي إشارة حلقة رحمة أحمد وإبراهيم فايق. هي رحمة من زمان، هي مش في دماغها التمثيل خالص. هي كانت نفسها تخش كلية علوم أو علاج طبيعي، بس هي أول يوم ليها في الكلية كانوا محضرين سكتش تبع الجامعة، زي ويلكم سكتش كده إن هما بيرحبوا بيهم وكده. فراحت هي حضرت فقالت إن هو ضحكني جدا، فاللي حابب يروح يقدم في المنتخب، يعني اللي هو المسرح، فريق المسرح يطلع الدور الكذا. فالمهم هي طلعت بتقول لك لقيت فريق المسرح كله نايم على الأرض، كان في تمرين اللي هو تبقى ريلاكس خالص وتتخيل حاجات، تمرينات في المسرح يعني عندنا وكده. فهي دخلت موضوع التمثيل صدفة، وربما صدفة خير من ألف ميعاد. ساعات الواحد كده بيمشي في طريق بيفضل يروح رايح فيه رايح يتعب ويشقى، وفي الآخر مش هقول ما يستفادش منه حاجة، بس ممكن في غمضة عين مسارك يتغير تماما. والمسار اللي اتغير ده بيفيدك انت كشخص، وربنا سبحانه وتعالى ما حطكش في الطريق ده من الأول إن أنت تفضل تسعى وتمشي فيه على الفاضي، لأ طبعا. ده أنت بتستفاد منه حاجات كتير. يعني هي أكيد من مذاكرتها الثانوي والجو والكلام ده يعني، فنما عندها حاجات كتير أوي في العقل والقدرات. فالحاجات دي كلها بتنفع في المسرح عامة. إن أنت فكرة إن أنت تذاكر مسألة دي بتخلق خلايا جديدة عندك في المخ. فالممثل إنسان ونقطة، يعني فوق الإنسان شوية، بيبقى عنده التركيز لازم يكون زيادة شوية، لازم يكون الخيال عنده متنمي شوية، حاجات كتير أوي بقى. يعني لو عايزين أعمل لكم حلقة عنها اكتبولي في الكومنت وأعمل لكم حلقة عنها، الحاجات اللي بتبقى بتميز الممثل عن الإنسان الطبيعي في إيه. ده مش غرور والله ولا أي حاجة، بس دي حاجات بتفيدنا إحنا في التمثيل عامة. إن أنا عشان أركز في الشخصية وببان الشخصية الحاجات دي كلها لازم يكون عندي الحاجات دي زيادة شوية عن الإنسان الطبيعي. وده طبعا بالتدريب بالتدريب عليها يعني بتوصل للحاجات دي. فنرجع لموضوعنا تاني. فهي ربنا سبحانه وتعالى مشاها في الطريق ده عشان ينمي قدراتها العقلية. فهي لما تخش يبقى الموضوع سهل معاها. وتيجي من الناحية التانية بيبقى في واحد من وهو صغير نفسه إن هو يخلص ثانوية عامة عشان يقدم في معهد الفنون المسرحية وممكن إن هو ما ربنا يتقبلش في المعهد وكده، فممكن ييأس. فاللي هو خلاص لأ أنا مش هكمل. لحظة اليأس دي ممكن تكون هي اللحظة اللي انت الباب اللي انت داخل فيه للنور، اللي هو انت خلاص داخل مرحلة جديدة، ممكن ترجع برجلك خطوة لورا. هي دي اللحظة اللي انت وصلت فيها لنهاية المطاف. فالبني آدم لازم يسعى. انا بكرر موضوع السعي ده في كل حلقة ليه؟ عشان دي حاجة بجد بجد، يعني هي صعبة قوي وعايزة طولة بال قوي. وصح انا سمعت مقولة في الموضوع ده، موضوع الصبر وطولة البال. لازم تبقى صبور على المستوى البعيد ومستعجل على المستوى القريب. يعني ايه؟ يعني انت دايما تفضل شغال. معظم وقتنا دلوقتي الشباب بقوا بيضيعوا وقتهم على السوشيال ميديا وعلى معظم الابلكيشنات التيك توك والجو ده كله. ممكن في الوقت اللي انت بتضيع فيه الوقت اللي انت بتضيع فيه الفرجة على الابلكيشنات دي ممكن تطور نفسك في حاجات كتير. ممكن تقرا كتاب تطور فيه نفسك. يعني انا الفترة الأخيرة دي ابتديت ان انا اقرا كتب واثقف نفسي في معلومات عامة، مش شرط في اي حاجة معينة. بس انا دايس الفترة دي في موضوع التمثيل عشان انا حابب المجال ده وحابب ان انا اقرا فيه كتير. وحاجات تانية برضو بتفيدني انا شخصيا، يعني كتب تانية لو حابين برضو ممكن اقول لكم عليها وتقروها. يعني حاجة بتتكلم عن لغة الجسد والكلام ده. ف فالواحد لازم يسعى، لازم يتعب، لازم ما ييأس، لازم
يحاول لحد آخر نفس فيه. الفرصة بتيجي، فك من يقولك الفرصة بتيجي مرة واحدة بس في العمر. الفرصة بتيجي كتير، بس مش كل الفرص بتيجي كتير. في فرصة بتيجي مرة واحدة في العمر، وفي فرص بتيجي كتير في العمر، بس الجدع والشاطر هو اللي استغل الفرصة. وفي حاجات ممكن تضيع الفرصة من ايدك وانت مش واخد بالك منها، حاجات بسيطة، زي مثلا ان انا ابقى قاعد في اجتماع اتوتر، فانا مش هعرف ارد على الاسئلة، فانا مش هعرف اتكلم، فانا خلاص شايف ان الشخص ده مش عارف يجاوب على الاسئلة، خلاص استبعدوه عن الموضوع. فحاول على قد ما تقدر ان انت تاخد الموضوع كله ببساطة. انت حتى لو طلعت من القعدة دي انت مع مش مرضي او ما اتقبلتش في المكان اللي انت رايحه ده مش نهاية العالم، ده مش نهاية المطاف. لا، انت لسه عندك فرصة، ولسه ممكن تقدر تحاول، ومش شرط في نفس المكان اللي انت فيه. ممكن تخرج برا محافظات، ممكن تخرج برا الوطن العربي كله لو انت عايش في الوطن العربي. فالواحد يسعى في كل حتة ممكنة. يعني نرجع تاني برضو لرحمة أحمد. رحمة أحمد الموضوع جه معاها اللي هو 90% حظ، بس مش كلنا عندنا 90% حظ، مش كلنا حظنا حلو. هي إنسانة يعني بره التمثيل هي إنسانة فرفوشة، وإنسانة كويسة، وإنسانة ممكن الموضوع ده كله يبقى خدمها في التمثيل. فمش عشان انت مثلا ان انت شايف ان انت مش مقبول او كده فانت خلاص ما ينفعش ان انا اقدم في المهنة دي. ممكن تشتغل على نفسك وتطور نفسك في حاجات كتير. انا اعرف ناس ما كانتش بتعرف تتكلم، لما دخلت مجال المسرح ابتدت ان هي تتكلم، وابتدت ان هي يبقى عندها جرأة ان هي تتكلم مع الناس. ابتدت ان هي لما تقعد في اجتماعات مع ناس كبيرة ما تخافش ولا تتوتر، وتتكلم معاهم عادي. فعامة المجال ده بقيت مقتنع ان هو بيطور كل حاجة في الشخصية، حتى لو انت هتخشه سنتين بس، ان هو تكسر الرهبة بتاعة الجمهور، الرهاب الاجتماعي، تطور نفسك في حاجات كتير قوي. في ناس ما كانتش بتعرف تنطق الحروف، لما دخلت وعملت تمارين الإلقاء بقت تعرف تنطق الحروف، بقت تعرف تتكلم لو في اجتماع، بقت تعرف تتكلم لو قعدت صحاب. اللي هو الأول كان يفضل قاعد ساكت كده بيراقب الدنيا من بعيد. يعني الناس دي أنا أعرفها شخصيا. فالموضوع كله مش صعب ومش سهل، والبني آدم فينا هو اللي بيختار ان هو يتعب ويشقى عشان يوصل للي هو عايزه، ولا يفضل قاعد في البيت فاتح الابليكيشنات دي وشغال كده اللي هو انا على الله حكايتي، انا رحت الشغل جيت من الشغل خلاص شكرا. الفترة الجاية علينا دي بالذات مش فترة ان انت تروح الشغل وتيجي من الشغل بس. يعني انت في ايدك كنز، الموبايل اللي في ايدك ده انت ممكن تعمل منه حاجات كتير اوي، تطور نفسك في حاجات بطريقة بشعة. بدل إدمان السوشيال ميديا اللي بقينا فيه ده، الواحد بقى بيقعد بتلات أربع ساعات بيجروا من يومه في حاجات عبيطة. اللي هو ده إيه العبط ده؟ بتقعد ماسك التليفون دي يا جدع. يعني الريلزات دي بقت بتسرق حياتنا. لما تقعد كل يوم تلات أربع ساعات عمال تتفرج على ريلز وفيديوهات وي وي وي. في فيديوهات بتبقى مفيدة للبني آدم، يعني زي برنامج الدحيح، زي ايه تاني، البودكاست. البودكاست يا جدعان حاجة حلوة أوي 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 ومفيدة جدا جدا جدا. يعني أنا عشان حابب مجال التمثيل والحاجات دي، فأنا بتفرج على بودكاست إبراهيم فايق. دلوقتي عامل بودكاست فايق ورايق بيستضيف فيه معظم الفنانين والنجوم، وحوارات مع عباس، ده بودكاست حلو أوي أوي يا جدعان. الأستاذ عباس عامل فيه فكرة حلوة أوي وبيجيب ناس حلوة أوي. المخرجين مروان حامد. يعني نظرتي اختلفت جدا بعد ما اتفرجت على حلقة مروان حامد. عرفت ان انا لو في لوكيشن هتعامل فيه ازاي، عرفت حاجات كتير اوي مفيدة جدا. بس ده في مجالي انا، في بودكاست بقى في مجالات تانية كتير. فانت لو عايز ان انت تطور نفسك وتنمي نفسك، في تقدر تبحث عن الحاجات دي على اليوتيوب وهتطلع لك ومفيدة جدا والله. دلوقتي بقى انت عندك كنز. الناس زمان كانت بتسعى وبتشقى وبتسافر بلاد عشان يجيبوا كتب، انت عندك التليفون ممكن في دقيقتين يكون الكتاب معاك. عايز تطبعه اوكي، روح اطبعه وخليه معاك. ولو مش عايز وحابب انت تقرأ من التليفون اقرأه من التليفون، مش مشكلة وهيوفر عليك فلوس. وبدل ما تسافر وتاخد اجازة من شغلك ومصاريف سفر وي وي والجو ده، كل ده بيصرف عليك. فاستغل الكنز اللي في ايدك.
حياتك ما تخليهاش تجري منك كده. حاول تستغل كل لحظة في حياتك، حتى لو هتتعلم حاجة بسيطة. حاول ان انت ما تضيعش فرص من ايدك، تسعى في كل حاجة. روح هنا وروح هنا وروح هنا، واللي ربنا كاتبهولك ان شاء الله هو ده هيبقى نصيبك. بس وانا خلصت حلقة النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا منها. وان شاء الله كده اصور لكم حلقات تانية قريب تستفيدوا منها، ويا رب اكون مصدر سعادة ليكم ولكل الناس يا رب. يلا اشوفكم الحلقة الجاية. سلام.